هنجرب مع بعض هنا كده في الحتة دي بحركات دائرية كده، ونعمل كده. ايه اللي بيطير ده؟ ايه ده؟ حبايبات الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده زي ما شفتوا كده من العنوان هنجرب مع بعض النهارده كريستاله ترند اللي هي بتزيل الشعر. هنشوف فعلا بتزيل الشعر ولا اي كلام. بس قبل ما نروح على الفيديو ما ننساش نعمل لايك وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفيني، وكومنت صغنون ونشير الفيديو لاصحابنا عشان هم كمان يستفادوا. مره بتشوفيني انا رحاب بعمل ريفيوهات عن ميك اب وسكين كير وكل حاجه تخص البنوتات وبس كده، بلاش رغي كتير ويلا بينا على عاملين ايه حبوباتي؟ يا رب تكونوا بالف خير. اكتر حاجه ببقى بعملها وانا مبسوطه جدا جدا وهي الريفيوهات والتجارب والحاجات الافتكاسات دي، وبالذات لما بتكون حاجات غريبه طالعه ترند او بنات بتتكلم عليها كتير. زي ما شفتوا كده من العنوان النهارده جايبه لكم كريستاله اللي كل الناس عامله عليها ضجه كبيره. هنشوف مع بعض عملي هي فعلا بتزيل الشعر ولا مش بتزيل الشعر. العلبه بتاعتها كده تمام، ومن هنا كده عاملين لك الالوان واللون اللي انت بتبقي مختاراه بيبقوا عاملين عليه علامه صح. هي ميدن ان شاينا، صينيه. كل الحاجات الغريبه بتجيلنا من الصين ومن كوريا ومن الحتت الغريبه دي. تمام، ده كده شكلها وهقول لكم سعرها في الاخر كام. ده الحجم الصغير وفي طالع منها الحجم الكبير بس مش فارق كتير يعني، فعادي هاتوا الصغننه مش مشكله. تمام، شكلها من جوه بتيجي كده عادي في كيس خالص. واللون انا ما اخترتش وانا اصلا طالباها اونلاين، فجات لي اللون الفوشياك ده، طلعت لون حلو قوي. بص خطيره ازاي. ومن هنا كده هقربها لكم برضه عشان تشوفوها. هي من هنا كده ناعمه خالص خالص، وتحسوها كده عارفين انتوا اللي هي حاجات كده مخرمه واخرام صغنونه خالص، وناعمه خالص، ناعمه وقويه وكلها حنين. مش بقتنع باي ترندات بتطلع غير اما بجيبها وبجربها فعلا، واغرم فلوس ويتخرب بيتي ويا فلحت يا ما فلحتش. فالصراحه البتاعه دي شدتني جدا جدا ان انا اجيبها واجربها ونشوف مع بعض كده عملي. انا طبعا مش هينفع اعمل في اي مكان في جسمي، عيب. جرب في كف ايدي، في ممكن حاجات بسيطه كده، شعر صغنون بيبقى بيبقى مش واضح قوي بس واضح ليا انا يعني. فهنجرب في ايدي وهنشوف ايه اللي هيحصل. تمام كده ندخل على التجربه وبسم الله الرحمن الرحيم. هو بيقولك ان انت تحطيها على المكان اللي انت عايزه تزيلي منه الشعر وبتعملي بحركات دائريه. تمام، ومش بتحسي بألم ولا بأي حاجة. فاحنا بنجرب اهو مع بعض. لسه جايباها على فكرة النهاردة وطلعت على طول قلت اصورها فيديو علشان نشوف موضوع الترند ده ايه الاخبار. انا عملت وتوصيت اهو. واو واو بجد ايه ده. لا الحتة اللي هي زالت منها يا رب تكون واضحة لكم. بس انا هحاول اقرب لكم شوية. الحته اللي زالت منها حتى بص ممكن تحسوا الحته دي اغمق من دي بقت بيضه قوي وناعمه وما فيهاش اي حاجه خالص خالص. وعايزه اقول لكم دي بتشيل كمان الجلد الميت. يا خراشي ايه ده دي حلوه جدا، ده اختراع. طبعا ممكن مش واضحه لكم قوي بس هي بامانه فعلا بتزيل. ولو شايفين كمان الجلد الميت عمال يطير ايه ده. لا انا بستحمى والله. ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه ده. وبصوا هنا يا رب يكون باين لكم في جلد ميت هنا، قشور كده صغنونه بيضه من كف ايدي. واو ايه ده ما هذا الذي، ما هذا الاختراع. بتخض كمان لما الاختراع بينجح يعني. عايزه اقول لكم انا المفروض افرح، انا بتخض. لا بجد بتخض ان هو في حاجات فعلا كده يعني. واو حلوه جدا. لا بجد دي هتبقى اختراع لناس كتيره جدا، بالذات مثلا لو بنوتات سنهم صغير. في بنات مش بتستحمل السويت ومش بتستحمل الحاجات بتاعت ازاله الشعر اللي هي الاخرى، تبقى بالنسبه لهم اختراع بجد بجد بجد. واو انا اندهشت يا جماعه والله. استنوا نجرب في حته تانية كده. ولا تحسي باي حاجه اصلا، انت كانك ماسكه اي حاجه كده وبتعملي بيها. واو واو أوه. ده بصوا يا ربي انا عايزه ابين لكم بس الضوء بتاع هحاول اقلل الرينج لايت شويه. بصوا يا رب يكون باين لكم. بصوا الحته، شايفين القشور الحته مبيضه ازاي. دي قشور طالعه من ايدي.
عايزه اقول لكم ان الايد دي متكلفه. بيطلع منها بصوا عماله القشور عماله تطير، مفيش اي شعر ولا اي حاجه. واو. لا يا جماعه، انا ارشح لكم هذا الاختراع وبشده، وبجد هتجيبوه وتدعوا لي عليه بجد وحياه ربنا. لا خطيره خطيره خطيره، وعايزه اقول لكم سعرها اصلا لوحده مفاجاه يعني، لا ورخيصه وحاجه زي اللوز. هاتوا البتاعه دي يا جماعه، انا ارشحها لكم جدا بقى. ودي هتبقى هديه العيد يعني، دي جايه في وقتها عشان كل واحد مننا تظبيط العيد بقى وكده. حاجه معانا وهي سعرها دي جايباها ب 80 جنيه، وفي اماكن تانية لقيتها ب 75، وممكن انتي وشطارتك بقى تجيبيها ارخص. ووريتكم شكل العلبه عامله ازاي. شكل العلبه اهي تمام، عشان لو حبيت برضو تجيبوها. تمام، ده شكلها، وده الناحيه التانية، ودي الناحيه الرابعه. بس كده يا حبوبات، ده كان فيديو النهارده. يا رب الريفيو يكون عجبكم، يكون بسيط ولذيذ عليكم. لما تخرجي من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وكومنت صغنون قمر زيك، اشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفيني، شيروا الفيديو لاصحابكم عشان هما كمان يستفادوا من الحاجه القمر دي. كده يا حبوبات، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.